خليك مكانك يا حبيبي، خليك مكانك يا حبيبي. النهارده ان شاء الله جايب لكم مكان من الاماكن اللي هي بتعمل تخفيضات. في ناس كتيره سالتني، قالت لي مثلا انا جاي جده جديد، انا عاوز اشتري منتجات معينه. انا ان شاء الله هعمل لكم سلسله من الفيديوهات اللي بتتكلم فين ارخص حاجه في الاماكن ديت بتبيع منتجات او عليها عروض. طبعا في عروض كتيره، مش شرط المكان ده، لكن في عروض كتيره في اماكن كتيره، ومنهم عالم التوفير. ده بقى انا مثلا بوريك حاجات، مثلا هنا مثلا خمسة بزلة عاملين 5 ريال. هنا علبة القشطة عاملة ريال واحد بس. ده بردك الشاي عامل 11 ريال. انا ان شاء الله هجيب لك يعني اماكن كتيرة جدا بتعمل عروض. لو انت مغترب او انت واحد جاي ده جديد، فانا بوريك الاسعار كأنك قاعد في بيتك. ده بردك الشيبس اهوت عامل 6 ريال، بره اغلى شوية. فان شاء الله تابعونا، وما تنسناش تدعونا ان شاء الله. طيب، ندخل بقى على المنتجات ديت. ادي مثلا الجبنة هنا عاملة 9 ريال، اللي هي الجبنة الكيري. ده القشطة عاملة 7 ريال بدل من 9 ريال. أنا بوريك أسعار المنتجات، وأنت عليك أنت تشوف الأسعار وتحدد ميزانيتك هتجيب إيه. ودي أماكن بتكون عاملة تخفيضات، وأنا إن شاء الله زي ما قلت لكم هعمل لكم سلسلة من الأماكن اللي هي بتوريك تخفيضات إيه الأسعار في جدة، وفي إن شاء الله مكة، وفي مدن تانية إن شاء الله. ده مثلا عبارة عن كيكة عاملة 6 ريال. دي برضه كيكة هي عاملة 6 ريال. أنا إن شاء الله هجيب لك كل حاجة بالتفصيل إن شاء الله. ده بسكوت جامد جدا جدا، عامل خصم هنا عامل 12 ريال. ده أوريو عامل 11 ريال. هنا بقى المفاجأة، الدقيق عامل ريالين، كيلو الدقيق الواحد عامل ريالين. يعني تصور كده، ب4 ريال بس شوال الدقيق ده كله. 4 ريال بس شوال الدقيق ده كله. شوال الدقيق ده كله عامل 4 ريال. يا سلام والله، حاجة كده في منتهى الروعة. الناس بقى هنا بقى اللي تحب القهوة العربي بقى، تمام. القهوة العربي هي أسعارها هي، وآدي النسكافيه عامل 14 ريال. ندخل بقى على الحاجات الجامدة جدا اللي انتوا بتحبوها، زي مثلا الطماطم. هنا عاملة كام؟ هنا الجبنة دي اسمها جبنة شيدر، بس هنا الجبنة شيدر يعني غالية مقارنة بمصر. الجبنة شيدر بالذات غالية جدا مقارنة بمصر. بعد كده ندخل على زي ما انتم شايفين اهوت الطماطم. بعد كده ندخل على أسعار التونة. هنا عاملة عرض التونة ب7 ريال و8 ريال. هنا كاتبلك 4 حبات تونة عامل 12 ريال. هنا برضك 3 حبات عامل 10 ريال. هنا اللي هو ورق عنب غالي شوية عامل 8 ريال مقارنة بمصر، ولكن هنا أسعار المفروض تكون أسعار مخفضة. فإن شاء الله يعني هنديكم سلسلة من الفيديوهات فيها الأسعار المخفضة. ما تنساش إنك تعيلي واللايك والشير. الله يجازيك خير. هنا مثلا برضك البسكوت. هنا بقى الشطة، الناس بتحب الشطة. الحبة الكبيرة عاملة 4 ريال، تمام. والصغيرة عاملة ريال و15 هللة. هنا الرابطة عاملة 12 ريال. الصلصة ما شاء الله، صلصة ايه، ما شاء الله يعني. ده بقى الحاجة جامدة جدا 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 اللي عجبتني. كيلو المكرونة، آسف، 450 جرام مكرونة، يعني كيس المكرونة عامل ريال واحد بس. كيس المكرونة عامل ريال واحد بس. حاجة كده بصراحة، يعني انت عاوز توفر، عاوز تقضي يومك، رجعت من الشغل تعبان، كيس مكرونة بريال وكيس صلصة بريال، وانت كده عملت لك اكل مكرونة. يعني عيش حياتك. فديت يعني من ارخص الاكلات فعلا اللي انت لو انت مغترب او انت عاوز تقضي يومك بسرعة، كيس مكرونة بريال وكيس صلصة. واعمل كيس مكرونة كبير 450 جرام بالصلصة، وقضي يومك وألف هنا وشفا. تمام. ندخل بقى على الشيبسيات بقى والحاجات الحلوة اللي انتوا بتحبوها. تمام. هنا برضه كانت حاجات عجباني جدا والله، يعني بصراحة يعني كمكرونة ديت انا بركز لكم عليها. الكيس عامل ريال يا جماعة، يعني وفي اماكن الكيس عامل 90 هللة. يعني انت تتكلم في ايه؟ تمام. ده بقى الشيبسيات هنا عامل الاتنين عاملين 5 ريال.
هنا بقى العدس بقى والحاجات دي كلها التلاتة هنا هو عاملين 9 ريال. هنا بقى لو انت عاوز بقى تجيب بقى فوسفوس بقى اللي هو بيسموه لب يعني، التلات حبات عاملين تقريبا 6 ريال. ودي أسعار البهارات. أسعار البهارات بقى، الناس تحب البهارات بقى الهندي بقى والباكستاني بقى وتحب تدلع نفسها، دي أسعار البهارات. ده بقى كيس الرز البسمتي عامل 37 ريال. وفي بقى ال10 كيلو هنا عامل 67 ريال أو 68 ريال. تمام. ندخل بقى على كيس بردك الرز، وده كيس المكرونة. تمام. حاجة كده رخيصة وزي الفل إن شاء الله. وأنا هجيب لكم كل الأسعار زي ما انتم شايفين اهوت، كل أسعار المنتجات أنا جايبها لكم. الأماكن اللي بيكون فيها تخفيضات إن شاء الله هعمل لكم سلسلة معينة في الأماكن اللي فيها تخفيضات. ده هنا اهوت يا جماعة عامل اهوت 6 ريال ال3 حبات. تمام. ده الشيبسي ليز اهوت الكيس عامل 10 ريال أو 11 ريال، هو تقريبا 10 ريال 95 هللة، 11 ريال. في 21 حبة تقريبا أو 20 حبة الكيس. طبعا أنا بوريكم جميع المنتجات. ادي بقى اللي هو الفشار أو الذرة المسلوق عامل هنا 4 ريال ونص. بعد كده بقى الحاجات الجامدة جدا بقى ديت عاملة 6 ريال أو 75 هللة. طبعا الباكيتة كلها يعني، الحاجات دي هتكون عاملة 5 ريال 75 هللة أو 6 ريال. يعني الواحدة يعني مقارنة بالسوق بره رخيصة. فالمكان دوت يعني إن شاء الله يعني جامد جدا يعني. ده هنا هوت أدي عاملة 5 ريال. أدي الجالاكسي بقى عاملة 6 ريال. الناس اللي بتحب الشوكولاتة في ناس يطلعوا بقى واحضروا، يحبوا يشربوا على القهوة بقى ويظبطوا حالهم. بعد كده هو يا جماعة ادي بردك الحاجات اللي هي جامدة دي بردك عاملة دي هنا 6 ريال بردك. الباكت كله على فكرة مش الواحدة بس، الناس اللي تحب البسكوت. وادي عروض بردك ادي اللي هو البسكوت. ادي 5 حبات عاملين 5 ريال او 5 ريال 75 هللة. ديت عاملة 5 ريال 75 هللة. الناس تحب الحاجات دي كلها، حاجات جامدة جدا. انا بصراحة يعني ايه، يعني انا بحب الشوكولاتة وكده يعني. مش عارف انتم بقى بتحبوها ولا لا. وادي بردك بسكوت عرض كل دولت عاملين 5 ريال 75 هللة. زي ما انتم شايفين اهوت يعني انا بجيب لكم جميع الاسعار اللي هي عليها تخفيضات واماكن التخفيضات. اكتب لي في التعليقات انت بتحب ايه، انت عاوزني اوريك فين. اي مكان عاوزه انت، مكان معين حبه، مكان عاوز يعني سؤال معين تسأله لي، ان شاء الله هجاوب لك عليه بكل صراحة وبكل امانة. لو انت جاي جديد السعودية، لو انت رحت هولندا، لو انت رحت اي دولة في العالم، قول لي ان شاء الله وانا باذن الله هجيب لك يعني جميع معلوماتها. انت عاوز تقدم على تأشيرة في العالم، كلمني وان شاء الله اساعدك. اي حاجة انت محتاجها في السفر، في السياحة، في المطاعم عموما، كلمني وان شاء الله انا هحاول اساعدك. اكتب لي في الكومنت، وما تنساش انك يعني تتابعني فضلا وليس امرا، وتقول لي انت محتاج ايه او انت بتدور على ايه، وانا ان شاء الله هفيدك. ويعني يعني هديلك اجابتك اللي انت بتكون عاوزها. فاتمنى المتابعة واتمنى الاشتراك في القناة فضلا وليس امرا. فضلا يعني تدعوا لي وتدعي لي جميع المؤمنين والمؤمنات. واي معلومه ان شاء الله جديده انا هضيفها لكم في القناه. بعد كده ندخل بقى على قسم بقى الايه المناديل. هنا المناديل بردك مش غاليه بردك، هنا عامله الباكيتات عامل 5 ريال. الباكيت دي كلها عامله 5 ريال. ده قسم بقى المناديل. ديت عامله كل ديت عامله تقريبا 8 ريال. زي ما 9 ريال اهيت. اسمها لطافه. وديت مناديل عامله 11 ريال
كل الباكت ده عامل 11 ريال. انا بجيب لك اسعار الحاجات اللي عليها عروض وانت قاعد جوه بيتك. يعني حتى المنظفات اهيت انا ما شفتهالكش. بقول لك العلبه دي كلها عامله 6 ريال. انا ان شاء الله كل حاجه جوه بيتك انا بجيبها لك. الناس بقى اللي حابه بقى ايه، تجيب مكانس كهربائيه. الناس تحب تسخن سندوتشات. ده المكان فيه عروض جامدة جدا جدا. يعني تقريبا آخر الشهر بتكون في عروض. فأنت يعني أنت لو أنت جاي جديد جدة أو جاي السعودية، فأنت ممكن تشوف الأماكن اللي عليها عروض، وبتدخل أنت بتشوف هي اللي عليها عروض إيه هي، وبتشتريها عشان خاطر توفر معاك. أو أنت لو أنت في مصر وحابب أنت هتعرف تصرف كام أو تدفع كام، فأنت برضك بتحسب وأنت قاعد في بيتك. وأتمنى اللايك والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. حتى الشامبو هو اللي جايبهولك. مفيش حاجه يعني مفيش حاجه ما جبتهالكش. مدلع نفسك اهو، مدلع لك ومدلع نفسك. الناس اللي هنا عاوزه تشتري بقى هدايا بقى، اللي عاوز يجيب هدايا، هنا عامله 5 ريال، اللي هي الشامبوهات والصنفره والحاجات ديت. البامبرز بقى عامل هنا 29 ريال بدل 34 ريال. ندخل بقى على قسم الملابس. هنا عامل الفلن هنا مثلا عامله 6 ريال. دورش اغلى شويه طبعا. هنا بقى البرفان، يا سلام، حب البرفان بقى، شم يا معلم وعيش حياتك. هنا تقريبا الإزازة عاملة 5 ريال أو 6 ريال تقريبا. من دي شوية ومن دي شوية ومن دي شوية، والدنيا زي الفل. وتروح بقى ايه، متنغنغ في البرفان. وادي البرفان حاجة كده يعني جامدة جدا جدا جدا. تمام. برضك يعني ما شاء الله، يعني الكولونيا ديت جامدة جدا. يعني أنا بعشق الكولونيا ديت. دي تلاقيها في معظم المطاعم بعد ما تخلص أكل بترش رشتين كده يعني. وادي البخور عامل 5 و75 هللة. ادي القطعة عاملة هنا 5 و75 هللة. أي قطعة برفان. لو عاوز تجيب لحد هدايا أو تاخد حد هدايا وأنت ماشي، ممكن تجيب له برفانات، تجيب له سبح، تجيب له مسواك. كل الحاجات ديت موجودة بفضل الله في أماكن كتيرة جدا 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 جدا. هنا برضه القطعة عاملة 5 ل75 هللة. ده البخور. ده الحاجات المعطرات عاملة 6 ريال. والشامبوهات هي عاملة 6 ريال و10 ريال. ودلع نفسك يا باشا، وشوف أسعارك وشوف ميزانيتك. وما تنساش اللايك والشير. الله يجازيك خير. واكتب لي في الكومنتات انت محتاج ايه بالظبط. محتاج يعني تعرف ايه بالظبط. تعرف عن تأشيرات. قناتنا بتتكلم عن التأشيرات وعن السفر وعن السياحة، عن أرخص المطاعم وأغلى المطاعم وجميع الثقافات اللي انت تخيلها. كل ما هو جديد هتلاقيه في قناتنا إن شاء الله. ده بقى قسم الزهور. بتحب الزهور، تحب الألعاب. دي بقى الساعة الرملية عاملة 6 ريال. وديت برضك قسم هنا حاجات جامدة يعني ديكورات وكده، عاملة تقريبا 6 ريال. ادي الساعة الرملية اهي، حاجة كده يعني أنا بحبها جدا الساعة الرملية دي. تديك طاقة كده وأمل. لو انت ما تابعتناش ارجوك تتابعني واكتب لي انت محتاج ايه بالظبط اتكلم لك عليه في الفيديو اللي جاي. سفر، سياحة، اي حاجة، تأشيرات، ابعت لي ان شاء الله هرد عليك. وخليك مكانك يا حبيبي، خليك مكانك. والسلام عليكم ورحمة الله.